السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس كتابة نموذج إعلان، وإن شاء الله بإذن الله هنقرأ مع بعض نماذج مختلفة للإعلانات، بحيث إن الطالب أو التلميذ يحفظهم على قد ما يقدر، بحيث لو السؤال جاله في حاجة محددة منهم يقدر إن هو يجاوب، أو لو طلب منه سؤال مفتوح يختار هو أي نموذج إعلان من دماغه، يقدر هو بقى براحته إنه يختار أي نموذج من النماذج اللي هناخدها النهاردة ويكتبها براحته. أول حاجة خالص هنبدأ مع بعض ونقول بسم الله. أول نموذج معانا للإعلان اسمه الصديق الذكي. تعلن شركة الإبداع عن صنع صديق ذكي، حيث يجالس الجهاز الطفل ويساعده في كل ما يريد من مذاكرة ولعب. أيضا لن تحتاج إلى أحد يسلي ابنك، فالجهاز سيفعل هذا كله أو أكثر. الجهاز متوافر بجميع الفروع، سارعوا بالشراء. يبقى احنا بالشكل ده قرأنا مع بعض الإعلان اللي المفروض إن التلميذ يحفظه. والأسئلة اللي ممكن تجيله، الإعلان مثلا عن، هيقول الصديق الذكي اللي هو عنوان الإعلان أو عنوان النموذج. بعد كده هيسأله إيه هي الفئة المستهدفة اللي احنا بنوجه ليها الإعلان. فطبعا الفئة المستهدفة هي الرجال والنساء والأطفال. طيب إيه هي أهمية المنتج؟ أهمية المنتج أو السبب اللي بيخلي الناس إن هي تروح تشتري المنتج، إن هو بيجالس الطفل ويساعده في كل ما يريده من مذاكرة ولعب أيضا. طيب إيه السبب اللي يجعل الأطفال إن هم يقبلون على شرائه؟ إن طبعا الأم والأب مش هيحتاجوا لحد إن هو يسلي ابنهم، لأن الجهاز يقدر يعمل كل ده وأكتر، لأنه بيساعد الطفل في المذاكرة وفي اللعب وفي التسلية وفي كل ما يريده. ندخل بقى مع بعض على النموذج الثاني اللي هو اسمه السيارة الطائرة. تعلن شركة النهضة عن إنتاج سيارة طائرة. هل تعبت من الزحام والوقوف في الإشارات؟ السيارة الطائرة هي الحل. سيارة بها جهاز يفتح على شكل أجنحة، تساعد على الطيران مسافة قصيرة. فقط سارع بالحجز، فالعدد محدود. الإعلان عن السيارة الطائرة. الفئة المستهدفة الرجال والنساء والأطفال. أهمية المنتج إن هو بيساعد على التخلص من الزحام. طيب ما السبب الذي سيجعل الرجال يقبلون على شرائه؟ توفير الوقت والتخلص من الزحام. نخش بقى دلوقتي مع بعض على النموذج الثالث اللي هو اسمه الكتاب الرقمي. تعلن سلسلة كتب الأضواء عن إصدار الكتاب الرقمي، وهو مزود بكم كبير من فيديوهات شرح الدروس واختبارات تفاعلية وتقييم فوري للتلميذ وألعاب تعليمية شائقة وممتعة. استفد من التكنولوجيا الحديثة، فقد أصبح التعلم أكثر متعة. يبقى الإعلان عن إيه؟ عن الكتاب الرقمي. الفئة المستهدفة هي التلاميذ والنساء والرجال. أهمية المنتج إن هو مزود بفيديوهات شرح الدروس واختبارات وتقييمات وألعاب تعليمية. ما السبب الذي سيجعل الناس يقبلون على شرائه؟ لأنه يشرح الدروس للطالب في أي وقت ولأي مادة، ويجعله يحل اختبارات وتقييمات، وبه كذلك ألعاب تعليمية. نيجي بقى للنموذج الرابع اللي هو اسمه الساعة الذكية. تعلن شركة الابتكار عن إنتاج الساعة الذكية. لأن صحتك غالية، فاحرص على ممارسة الرياضة، ولهذا نقدم لك الساعة التي تتابع صحتك، فهي ترصد معدلات نبض قلبك وتتابع حالتك الصحية وتقاريرك المفصلة عن نشاطك اليومي، وتعطيك كل المعلومات الرياضية اللازمة. بادر بالحجز، فالصحة كنز. الإعلان عن إيه؟ عن الساعة الذكية. الفئة المستهدفة للإعلان هي طبعا الأطفال والشباب وكبار السن. ما السبب الذي سيجعل الناس تقبل على شراء المنتج؟ لأنها تهتم بالصحة وترصد معدلات نبض القلب وتتابع الصحة وتعطيك كل المعلومات الرياضية اللازمة عن صحتك. بالشكل ده نكون شرحنا مع بعض أهم 4 نماذج لكتابة الإعلان. الأولاد يا جماعة يقدروا يحفظوهم هما ال4، بحيث لو طلب نموذج منهم يقدر الطالب إن هو يجاوب عادي، ولو طلب نموذج عادي من دماغ الطالب يقدر إن هو يختار أي واحد منهم زي ما قلنا ويكتبه.